ولكن خلينا فقط في البداية في السؤال. يعني احنا عندنا حدث الآن اللي هو ملك المغرب في خطابه الأخير حول بمناسبة ما يسمى المسيرة الخضراء، يعني اتهم الجزائر باتهامات عديدة ومباشرة. يعني في تقديرك ولو باختصار وش هو السبب بالضبط في تقديرك الآن؟ هذا السبب الاجتماعي اللي انت تتكلم عليه هذا سبب عام ربما الآن في هذه اللحظة في تقديرك، يعني إذا كان هناك سبب مباشر. السبب المباشر هو الملك الآن نفسه في ورطة، يعني حتى العائلة راهي فيها مشاكل داخلية. نعم. مثلا العائلة الآن توسعت، يعني تقريبا راهي فيها ما يتجاوز 10,000. نعم. 10,000 من الأسرة المالكة. نعم. يعني هذو تقريبا اللي عندهم يد، فالآن فيه خلل داخل الأسرة المالكة، وهذا ما يدفع محمد السادس نعم ملك المروك يعني يبحث عن نفوذ كيف يلبي رغبات أو طموحات محيطه الحكومي. يعني الأزمات الداخلية للنظام تدفعه لتهجم، دفعت يعني حتى الحكومة المغربية، يعني الشعب ما نشعل الشعب. فالحكومة المغربية يعني لك نتبعها يومين أصبح عندها واحد النوع من التقليد، يتناولون ما يسمى بالقرقوبي، ولهذا أصبحت حكومة مقرقبة. وهذا القرقوبي هو نوع من ماشي نسمح لك ذي حقائق، لأن الذي يتناول القرقوبي الذي يتناول الصحة والتهجمات. أنا لا أهجم، ده واقع يأكلوا القرقوبي يوميا. الشعب المغربي شعب، مش الشعب، أنا لا أتكلم عن الشعب، أتكلم عن الحكومة. معليش خلينا نكمل لك. هذا القرقوبي أنك تتكلم مع شخص لا يسمعك ولا يفهمك ولا شيء، وإنما يتخيل نفسه أشياء أخرى. فأصبح كل مسؤول مغربي يرى أن نفسه هو القوي وهو كذا، ويتهجم على الجزائر. وهذه الأمور ليست جديدة، يعني ليست بمناسبة هذه الجديدة. وإنما هناك يوميا مجموعات توقف عن الحدود، محامون، رياضيون، كتاب، وكلها استفزازات للشعب الجزائري البطل. نعم. السلام. نرجع طبعا بالتفصيل.